منذ زمن بعيد، وتحديدا في الألفية الأولى قبل الميلاد، ظهرت كائنات تعيش في الأرض الفساد، كائنات تشبه البشر شكلا ولكنهم شياطين، دمروا البلاد وأفسدوا العباد، ولم يستطع أحد من البشر إيقافهم، إلى أن ظهر ذلك الشخص المغوار، كان بمثابة الهلاك لأولئك الأشرار، حاربهم بكل ما أوتي من قوة، واستطاع بقوته وخبراته أن يتصدى لذلك المعشر اللعين، أنشأ جيشا وسماه باسمه الموموتارو، كلمة أرعبت معشر الشياطين، إلى أن فاتت الأعوام وبعد الكثير من السنين البشر نسيوا الشياطين لأنهم ما بقوش موجودين في العالم بتاعهم، والمتبقي منهم هو بس التراث القديم. بس يا ترى هتعمل ايه لو كانوا لسه موجودين وانت مش عارف عنهم حاجة؟ اتضح ان صاحبك اللي انت رايح جاي معاه طلع شيطان وانت ولا داري بأي حاجة، دي شكلها هتقلب جمدان. استعدوا معايا يا اصدقائي علشان جايب لكم انمي من العيار التقيل. انمي دمار، قصته اكشن دراما ضرب نار النار. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي المختار وتنزل تشترك في القناة علشان هنتعدى 800,000. وبس كده يا عم، من غير ما اطول عليكم ركز معايا، حط اللايك في البداية وهيا بنا نستكشف ما وراء تلك الحكاية. ده هو تشيكي، شاب متهور وبيحب المغامرات جدا جدا، وزيادة على ده كله فاشل وبينطرد من الشغل كل يومين، كمان بيحب الأسلحة بكل أنواعها بس لحد الآن ما مسكش سلاح حقيقي. وفي يوم من الأيام بيدخل عليه الراجل اللي رباه وبيضربه، والشخص ده يدعى ماركوس، وتشيكي بيعتبره زي أبوه بالظبط. ماركوس بيفضل يهزق فيه لأنه ساب الشغل وبيقول له لحد إمتى هتفضل فاشل وما بتعمرش في شغلانة؟ وبعدين إيه كل الأسلحة اللي متعلقة في الأوضة بتاعتك دي؟ هو إحنا فاتحين محل البيع عصير الليمون ولا فاتحين محل اسلحه؟ الواد بيقول له يا عم سيبني في حالي وروح شوف زباينك، انا عجباني حياتي كده، وبعدين انا عندي احلام وعاوز احققها، انا لما اكبر هفتح مشروع كبير وهبقى من اشهر الناس في المدينه، مش زيك كده عندك كشك كحيان بتبيع في مشاريب. الراجل بيزهق من الكلام معاه، فعلشان كده بيسيبه وبيروح يكمل شغل. شيكي وقتها بيكون باصص عليه وهو ماشي بعربيته وبيقول كنت اتمنى ان يتبناني راجل تاني غيره، كان نفسي اكون ابن راجل غني يمتلك سلطه او ما الى ذلك. بعدها بيمسك المسدس يلعب بيه، وفجأة بيسمع صوت في الشارع اللي وراه، على طول بيروح يبص من الشباك وبيلاقي دخان كثيف مغطي المكان، ومرة واحدة بتطلع عليه حاجات شبه الهالة السوداء، بتمسكه من رجله وبتنزله تحت. في شخص كمان بيظهر له بتكون عينه كلها غضب وناوي يقتله. الله، هو انت مين يا عم وعايز ايه؟ لكن في اخر لحظة ماركوس بيوصل وبيخبط الشخص ده بالعربية بيطيره. يا ابن اللعيبة يا حجوج، على طول بياخد شيكو وبيتحركوا بالعربية. ماركوس بيقول له احنا اتكشف مكاننا خلاص، احنا لازم نسيب البلد كلها ونمشي. الواد مازال مش فاهم اي حاجه، بلد مين اللي نسيبها يا عم؟ وبعدين مين الراجل اللي انت قتلته ده؟ فبيقول له يا غاب الراجل اللي احنا خبطنا ده ما ماتش، لا، فالشخص اللي احنا خبطناه من الموموتارو. الواد برضه مازال مش فاهم حاجة. اسمعني كويس بقى وركز معايا في الكلام اللي هقوله لك. انت مش بشر يا تشيكي، لا، انت واحد من الأوني التي تمتلك فن الدم الشيطاني الأسطورية. اوبا بابا، اللي انت بتقوله ده يا عم انت معقول؟ طيب يعني الحكايات اللي بنسمعها عن الأوني والموموتارو دي طلعت حقيقية؟ ايوه، والشخص اللي كان عاوز يقتلك ده واحد من الموموتارو، فانا خبيت عنك الحياة طول السنين اللي فاتت، بس خلاص جه الوقت انك تعرف كل حاجة. لكن فجأة الشخص ده بيحضر فوق سقف العربية، بيغطي العربية كلها بالضباب بتاعه وكمان بيدمر موتور العربية. الأب بيقف في الحتة دي وبينزل هو وتشيكي من العربية بسرعة قبل ما تتفجر، لكن فجأة الراجل بيخطف تشيكي وبيدخل بجوه المصنع ده، بيكون عاوز يقتله وخلاص شكلها دي نهايته. لكن تفتكر ان ده هيحصل؟ لا والله. فماركوس بيحضر وبيقول له انا مش هسيبك تخلص على ابني يلا، وبعدين انت والناس لك عاوزين ايه من واد غلبان زي ده؟ خلاص معشر الشياطين ما بقوش زي زمان، دلوقتي هم عايشين وسط البشر وكافيين خيرهم شرهم، وبرغم كده انت والناس لك مش عاوزين تسيبوهم في حالهم. لكن الواد ما بيسمعلوش، والاتنين بيجهزوا اسلحتهم وسرعان ما بيهجموا على بعض، حرفيا بيقلبوا المكان برق ورعد في نفس المستوى تقريبا، ومحدش فيهم عارف يصيب التاني. وده لان الاب هو كمان اتضح انه من سلالة الموموتارو. طب ازاي يا عمنا؟ ستوب وتعال احكي لكم كل حاجة بدأت ازاي. الموضوع باختصار ان ماركوس شاف شيكي وهو صغير، كان باين عليه طفل بريء، فعلشان كده قرر يربيه. والشخص اللي عاوز يقتل تشيكي دلوقتي كان صاحب ماركوس من زمان،
يدعى داني وحذره منه يربي طفل من سلالة الأوني، ولكنه ما سمعلوش وبرضه رباه. ولما بدأ يربيه بعد خالص عن سلالة الموموتارو وقرر يبدأ صفحة جديدة مع الولد ده. شيكي بيكون سامع كل اللي بيتقاله في قمة الصدمة. معقولة كل الحاجات دي حصلت وانا معرفش؟ بيبص على الاتنين دول وبيلاقوهم نازلين تخبط في بعض ومحدش راحم التاني، ولكن داني الغدار بيقدر انه يجرح ماركوس بسيفه. يا ابن الخبيثة. شيكي بيشوف منظر ابوه وهو سايح في دمه، بيتجنن على الاخر، بيصرخ بأعلى صوته. ماركوس هو كمان رغم انه واقع على الارض وبيحتضر، لكنه بيفضل يقاوم الموت علشان يقوم ينقذ ابنه. بيقول لصاحبه سيب الواد ده يعيش لاني مش هسمح لك تأذيه، ولو مصمم تأذي حد فأذيني انا وسيبه يعيش. فبيقول له انت خدت زمنك وزمن غيرك، الوقت انك تموت انت كمان، وما تقلقش الواد اللي انت عاوز تحميها خليه يحصلك كمان شويه. وعلى طول بيطلع سيف الضباب بتاعه وبيكون عاوز يخلص عليه، ولكن تشيكي بيتعصب من المنظر اللي شايفه. الدم بيغلي فيه، الغضب بيبان في عينيه، وساعتها بتبدا تظهر قوه الشياطين اللي جواه. بيتحول بالكامل وسرعان ما بيهجم على داني، بيقف على رجله زي الوحش وبيقول له استعد لانك هتموت دلوقتي. الراجل بيترعب وسرعان ما تشيكي بيهجم عليه، نازل ضرب فيه من كل مكان والواد مش راحمه نهائي. واول ما الواد بيضربه بالسيف اجزاء جسمه بتتقطع، ولكنه بيرجعها تاني، بس المره دي بتكون اقوى وبيستعمل فن الدم الشيطان وبيطلع رشات الدم من جسمه. على طول بيشد الاجزاء وبيفرتك الواد اللي قدامه، بيفجر الصاروخ في المكان وبيخلي الواد ده يجري قدامه. وهوبا شيكي بيهجم عليه وبيديله خبطه لولبيه بتنيمه على الارض. بعدها بيدوس على رقبته وبكل ما اتاه من قوه بيفجر المكان. تاني بيكون لسه عايش وبيبص على تشيكي بيلاقيه تعبان، وده لانه استخدم قوته الوقت كتير. دانتي وقتها بيتقدم علشان يقتله. شيكي كان قاعد على الارض مش قادر يقاوم. فجاه ماركوس بيقف قدام صاحبه وهما الاتنين بيغرزوا سيوفهم في قلب بعض. يا نهار ابيض. دانتي بيقول لماركوس حتى وانت بتلفظ انفاسك الاخيره بتدافع عن الواد ده مش من جنسنا، مش طبيعي زينا، هو انت برضه مصمم تحميه؟ فبيقول له طبعا ايوه، لان الواد ده ابني، انا اللي ربيته ومش هتخلى عنه ابدا، ولو رجع بيا الزمن هعمل نفس اللي عملته عشانه. وفجاه بدون مقدمات تاني بيختفي من المكان لان الناس شافت الانفجار وخلاص هيوصلوا المصنع. اما ماركوس بيقع بين ايدين شيكي غرقان في دمه. شيكي بيقول له لا ما تسيبنيش، انت هتبقى بخير ومش هيحصل لك حاجه. اي نعم انا كنت ندمان ان ليا اب زيك، بس انا دلوقتي فهمت كل حاجه، انت اكتر حد حبني في الدنيا، انا كنت غلطان، ارجوك ما تسيبنيش لوحدي. كان عاوز يروح يكلم الاسعاف بس ماركوس بيقول له لا اياك تكلم حد، انا خلاص دي نهايتي وكده كده هموت، بس قبل ما اموت عاوزك تعرف اني بحبك جدا وتسامحني علشان خبيت عليك. انا اسف بس ما كنتش عاوزك تحس بالندم وحياتك تتدمر بسبب حاجه انت مالكش ذنب فيها، وهي انك تملك دماء الشياطين. من دلوقتي يا ابني عاوزك تعرف ان سلالة الموموتارو مش هيسيبوك في حالك وهيحاولوا يقتلوك، وعلشان كده عاوزك تستغل الدم الشيطاني اللي جواك، وفي اي لحظه تحس بيها بالخطر تحول لوحش ودمر اي حد يقف قصادك، ولكن اياك تأذي الابرياء. وبعدها بيلفظ انفاسه الاخيره. الواد مش مصدق اللي حصل، بيبكي بصوره مش طبيعيه، بيقول ازاي كده، ازاي هعيش من بعدك، بس انا ماليش غيرك في الدنيا، لكن خلاص فات الاوان وكلامك ده مش هيرجع ابوك اللي مات. الواد بيفضل يبكي جنب ابوه زي العيال الصغيره، وبيرفض انه يمشي قبل ما الناس توصل، ولكن قبل ما حد يوصل ويشوفه بيحضر في المكان الشخص الغريب ده، وسرعان ما بياخد شيك على دماغه وبينيمه، بياخده معاه وبيهربوا من المكان، وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم شيكي بيكون عمال يحلم بكل ذكرياته الجميله مع ابوه لحد ما ابوه اتقتل قدام عينيه. بيقوم من النوم مخضوض وبيلاقي نفسه متكتف على الكرسي ده، الشخص اللي خطفه قاعد يلعب رياضه جنبه، والشخص ده يدعى نايتو. بيقول لي تشيك انا عارف انك ملقوني الشياطين، واللي انت ما تعرفوش ان انا كمان ملقوني زيك. اكيد في اسئله كتير بتدور في راسك دلوقتي بس انا هجاوبك عليها كلها. انا يا عم جبتك هنا لاني بجمع كل الشباب اللي من نسل الأوني زيك كده، بحطهم في اكاديميه خاصه بالأوني وبدربهم علشان يبقوا اقوياء جدا، وبعدها نحارب الموموتارو ونخلص عليهم. ولازم تعرف اني مش بتحايل على حد علشان ينضم ليا، لا ده اللي هينضم لي هو الكسبان، علشان كده فتح دماغك معايا ولازم تثبت نفسك علشان اشوف هقبلك ولا لا، ولا انت مش عاوز تنتقم لابوك اللي مات قدام عينيك. الواد بيتاثر وبيقول له فكني يلا فكني، ووقتها هنعرف نتكلم كويس. ولكن نايتو مازال بيتعامل معاه بكل برود، وفجاه بيربط الحبل ده على رقبته وبيخنقه بيه، بيقول له فكر في طريقه تنقذ بيها نفسك حالا ودلوقتي، ولو ما لقيتش طريقه فانا هسيبك تموت بدون ما اعمل اي حاجه. ولكن تشيكي مش بيكون لاقي اي طريقه ينقذ بيها نفسه، وفجاه الدم بيخرج من جسمه وبيحوط نايتو
نايتو بيهاجمه، وفي لمح البصر بيتحول لشيطان مع مدفع وبيفضل يضرب نايتو بالنار، ولكن كل ده ولا بيأثر فيه. الواد بيقول له انت عجبتني يالا، بس برضه بكل قدراتك الفاشله دي عمرك ما هتهزمني ما حييت. شيكي بيهجم عليه تاني علشان يقتله، ولكن نايتو بيعكس عليه الضربه وبينيمه على الارض، كمان بيعوره في ايده وبيقول له تصدق انك طلعت اضعف ما كنت اتصور، وبعدين انت لسه عيل ابن يومين، استحاله تهزم شخص خبير زيي بيعرف يستخدم فن الدم الشيطاني كويس. خلاص انت غير مؤهل انك تنضم للمنظمه بتاعتنا، يلا بقى امشي من هنا. وساعتها شيكي بيتعصب من كلامه، كان عارف كويس قوي ان لو الشخص ده رفض يضربه عمره ما هيبقى اقوى ويقدر ينتقم لابوه، علشان كده بيمسك نفسه وبيترجى يوافق يضربه. بيقول له انا عاوز ابقى قوي زيك، عاوز ازداد قوه اكتر واكتر علشان انتقم من الشخص اللي قتل ابويا. الواد بيقول له تمام، بس انت ناقصك حاجات كتير، واكتر حاجه ناقصك هي مخك اللي مش عاوز يشتغل ده. لازم في المعركه تستخدم عقلك مهما كان في حاجات بتمنعك من كده، لان عقلك هو اللي هينجيك من اي مشكله، وهو اللي هيخليك تتحكم في فن الدم الشيطاني بتاعك بكل سهوله. وعلى طول بيعور نفسه وبيطلع الشمسيه دي باستخدام الدم بتاعه. شيكي هو كمان بيرجع على ورا وبعدها بيهجم عليه بسرعه البرق، ونايتو بيحاول الشمسيه الاشكال دي علشان يعورض شيكي لما يهجم عليه، بس الواد بيعكس توقعاته وبيحاول ايده يسلحه وبيهاجموا بيه. ورغم ان الضربه ما اثرتش في نايتو، بس كده بيكون شيكي عارف انه يقدر يتحكم في الدم بتاعه، بيعمل بيه اشكال زي ما هو عايز يا ابن اللعيبه. ولكن نايتو بيستفزه علشان يهجم عليه من تاني، بس وقتها شيكي كان تعبان جدا لانه استخدم دم كتير. بيقول لنايتو انا قدرت اهجم عليك، يبقى انا كده نجحت في الاختبار مش كده؟ بيقول له ايوه، ودي الحاجه اللي هتشلني. هو انت ازاي عملت كده بصحيح؟ فبيقول له يا عم الموضوع بسيط، انت عورت نفسك قدامي وباستخدام دمك عملت شمسيه، وانا كده كده كان فيا جروح، حاولت تركز بقدر الامكان وفعلا قدرت ان اتحكم في الدم بتاعي واعمل بيه السلاح اللي انت شفته ده. نايتو بيعجب بيه، بيقول الواد ده لو استمر على المستوى ده هيقدم اداء جبار ومحدش هيعرف يوقفه، انا لازم اثق في قدراته. بيقول لتشيكي ابسط يا عم الناس، بما انك نجحت في الاختبار فانت خلاص بقيت عضو في المنظمه بتاعتنا، لكن خلي بالك اي غلطه صغيره او كبيره هتطردك من الجزيره. وايوه ما تستغربش، انت على جزيره محدش يعرف مكانها، والجزيره دي جواها مدرسه كل اللي فيها من الاوني بيتدربوا صبح وليل علشان يحاربوا الموموتارو وينتصروا عليهم، وعامل حسابك ان اللي جاي صعب جدا جدا. فبيقول له مش مهم، اهم حاجه ان ابقى اقوى علشان اعرف انتقم لابويا من الموموتارو، علشان بجد جمره الانتقام مش مريحه لابعد درجه. بعدها بيتحرك معاه في الممر ده وبيقول له هي ايه القرون اللي طالعه لي دي؟ فبيقول له القرون دي عند كل الشياطين، وعلى فكره لما تبقى خبير هتعرف تتحكم فيها وتخليها مش باينه، بس يعني استنانا شويه وقت. وبعدها بيدخلوا الفصل ده وبيوري له زمايله اللي هيدرس معاهم كل حاجه عن الاوني ده، غير طبعا التدريبات الفعليه اللي هيعملوها. على طول شيكي بيروح للواد ابو كمامه ده وبيتكلم معاه، بس الواد ده بيكون متكبر ومش بيرد على حد، والواد ده بقى يدعى جين. كل اللي في المكان ما كانوش طايقينه حرفيا ومحدش عارف عنه اي حاجه. بس وقتها نايتو بيدخل عليهم بيقول لهم اخرسوا خالص، احنا مش جايين هنا نتخانق، لا لازم نركز كلنا على زياده قوتنا. بعدها بيقف قدامهم وبيقول لهم المفروض ان الدرس النهارده كنت اعلمكم فيه ازاي تتحكموا في قدراتكم وكده، بس للاسف انا مزاجي مش حلو، فعلشان كده قررت اننا نلعب مباراه، والمباراه دي هيكون اسمها مباراه المطارده. على طول بياخدهم وبيخرج على الغابه وبيقول لهم انتوا هتجروا في الغابه دي ومعاكم ساعه واحده بس علشان ترجعوا على المدرسه بتاعتكم من غير ما نمسككم، ولو انا مسكتكم اللعبه خلاص هتنتهي. صحيح ونسيت اقول لكم اللي هيخسر هيتطرد، وعلى فكره تقدروا تستخدموا قوه الدم بتاعتكم وانتوا في الغابه عادي. بيطلع لهم الكورتين دول وبيرموا واحده في الغابه وبيقول لهم انتوا هتتقسموا 3 فرق، فرقتين منكم هيروحوا ورا الكوره يجيبوها ويرجعوا على المدرسه من قبل ما نمسكهم، والفرقه الثالثه هتكون في الاحتياطي علشان لو اي فرقه من اللي جوه الغابه اتمسكت. بيبدا يقسمهم لمجموعات وبيقول لهم ان تشيكي وجين وهوماري هيكونوا في فريق واحد، وهوماري هي بنت متوتره جدا وشيكي اول ما بيشوفها بيعجب بيها وبشكلها، بس مش بيكون عنده وقت الكلام الرومانسيه لانه خلاص اللعبه بدات. كل اللعيبه بتبدا تتحرك لانهم لما بيكسبوا تصنيفهم هيعلى، والكل عاوز يستغل الوقت بقدر الامكان. واثناء ما جين بيجري شيكي بيقطع طريقه بيقول له انا هتخانق معاك لانك اتكلمت معايا بطريقه وحشه النهارده، وقبل اي حاجه لازم تعرف اني جاي هنا علشان ابقى اقوى وانتقم لابويا، بس انا مش بحب الاشخاص اللي بيقللوا مني او من قدراتي، انا لازم انتقم منك. الواد طبعا كان اقوى منه ومش عاوز يتخانق معاه وبيقول له امشي من هنا يلا، ما تفتكرش اني خايف منك، لا فزي ما انت شايف جسمي كله متشقلط، يعني ده جسم واحد بتاع مشاكل وما بيعتمدش حد، لكن شيكي بيكون مصمم انه ياخد حقه منه، فعشان كده الواد على طول بيستخدم فن الدم الشيطاني بتاعه وبيطلع من ايده السكينه الحاده دي
شيكي. اوبا بابا، ده الواد ده طلع مش عادي بقى. شيكي على طول بيحاول يعمل زيه لكنه ما بيعرفش. بيقول الواد ده عملها ازاي، لكن برغم كده كان مصمم يتخانق معاه. لكن جين وقتها اتعصب جامد وبيكسر الخشبه اللي في ايده بكل سهوله. لا ومش كده بس، ده مهما شيكي بيحاول يصيبه الواد بيفاديها بكل سهوله. بينزل ضرب فيه من كل مكان، وهوبا بيديله ضربه بتفرشه على الارض. يا ابن اللعيبه، شيكي وقتها بيتضايق لانه مش قادر يعمل معاه اي حاجه، بس برضه بيقوم يقف تاني مصمم برضه يواجهه. هو انت يا ابني ما بتحرمش؟ وساعتها جين بيتعصب وبيبعت عليه الضربه دي، وفي نفس اللحظه هوماري بتوصل. شيكي من خوفه عليها بيجري عليها بسرعه البرق وبيلحقها. بيكون متفاجئ ان قوته اشتغلت لما راح ينقذها، بس برضه بيكون اتصاب من الهجوم. وساعتها هوماري بتشوفه وهو متصاب بسببها. البنت على طول بتقعد على الارض وبتقول له انا اسفه، انا السبب في كل ده، وبتفضل تلوم نفسها والواد مش فاهم اي حاجه. وفجاه بدون مقدمات الدم بيخرج من جسمها، بيبدا يطلع شيطان مخيف منها، وده بيكون شيطان اختها، او بمعنى اصح ده الشيطان اللي هوماري عاوزه يبقى نسخه من اختها، لان كل واحد من الاوني بيقدر يشكل الدم بتاعه على شكل الشخص اللي هو عاوزه. بس هوماري بقى من النوع اللي مش بيقدر يتحكم في الوحش اللي جواه، علشان كده الوحش اللي جواه بياخد السيطره وبيبدا يهاجم شيكي وجين. اوبا بابا، ده البنت طلعت قويه لابعد درجه، بس تفتكر ان ده هيفرق معاهم؟ لا والله، شيكي وجين بيفضلوا واقفين في وش الاعصار بتاع الشيطان. نايتو بيكون واقف من بعيد ومراقبهم، لكن للاسف شيكي مش بيقدر انه يحرر القوه اللي جواه، وساعتها بيفضل يعيط لانه ضعيف ومش هيقدر يبقى قوي ويرجع حق ابوه. بس جين كان ولا فارق معاه، وعلى طول بيهجم على الشيطانه بكل قوته، بيفضل يجرح فيها وهي مش بتعرف تطوله. يا ابن اللعيبه، شيكي مركز معاه ومع الاسلحه اللي بيستخدمها، وساعتها بيفتكر الاسلحه اللي كانت في الاوضه بتاعته. برضه بيفتكر انه لما استخدم فن الدم الشيطاني بتاعه حول الدم لسلاح وهجم على نايتو، وساعتها بيفهم انه يقدر يحول الدم بتاعه لشكل سلاح. بيقول هي دي جوهر القوه اللي احنا بنستخدمها، انا لازم انفذ اللي اتعلمته. وفعلا بيقدر يستخدم كل قوته، بيطلع سلاح فتاك من ايده وبيقول للشيطان استعد لاني هقتلك، ومره واحده بيخبطها بمدفع بيفرتكها. يا ابن اللعيبه، بيكون مبسوط لانه نجح اخيرا وهزم الشيطانه، وحتى جين كان مصدوم من اللي شافه قدام عينيه. وفي الوقت ده هوماري بيغمى عليها والدنيا بتمطر، بس شيكي برضه بيتعب لانه استخدم فن الدم الشيطاني بتاعه. نايتو بيجي له وبيقول له عاش عليك يا اسطوره الاساطير، بس اعمل حسابك كل ما هتستخدم سلاحك او مدفع او اي حاجه فده كله بيستهلك من دمك وبتحتاج انك ترتاح بعدها شويه. فبيقول له لا يا عم انا تمام اهو، مش تعبان ولا حاجه، هكمل اللعبه ومش هخسر ابدا. ولكن بيقع على الارض تاني. ما بلاش انعاره كدابه بقى. فبيقول له خلاص سيبك مني وروح انقذ هوماري لانها استخدمت دم اكتر مني بكتير، انا مش عايز يحصل لها حاجه. ايه يا ابني الطيبه اللي فيك دي كلها، رغم انك بتموت ومش قادر وعاوز تنقذ شخص تاني غير نفسك، ده انت جامد اخر حاجه. وفجاه جين بيهجم على نايتو لكنه بيصد ضربته. الواد بيقول له انا لو قتلتك هنا على ما اظن هكسب اللعبه برضه مش كده؟ بيقول له والله انت ذكي وبتفكر كويس، بس الحاجه اللي انت ما حسبتهاش صح هي انك مش هتعرف تهزمني علشان انا اقوى منك بكتير. الواد بيقول له مش مهمه بس سيبنا نتقاتل الجوله دي. الواد فعلا بيوافق وعلى طول بيهجم عليه، بس نايتو بيكون صاحي وبيصد كل هجماته بالشمسيه بتاعته. ده كمان بيبخر المكان بالكامل وهوبا بيهاجمه من وسط الدخان والواد ولا شايف اي حاجه. ولكن جين بيستخبى وبيبدا يراقبه علشان يعرف هو فين بالظبط. نايتو بيقول له اطلع يا ابني ما تستخباش لانك كده كده هتخسر لا محاله. وفعلا جين بيطلع وبيفضل يهاجم نايتو، بس نايتو بيحدف عليه قنبله الدخان دي وهوب في ثانيه لثانيه بيهجم عليه من وسط الدخان، وبلع كمان البوكس التمام بيطيره من قدامه. لا وكمان بيحدف عليه المظله دي بتثبته في الارض. يا ابن اللعيبه، ده انت طلعت جامد اخر حاجه. بيقول له لو المعركه دي كانت حقيقيه كنت قتلتك فعلا، بس لانك مجرد ضعيف وملكش لازمه فانا هسيبك ومش هعمل لك حاجه. وعلى فكره انا دورت في السجلات بتاعتك وعرفت انك بتكره ابوك لانه من سلاله الموموتارو، ابوك اللي كان السبب في كل الجروح اللي في جسمك دي. ايوه، ابوه هو السبب في اي حاجه وحشه حصلت له في حياته. لا وكمان هو اللي قتل ام اخته وهو اللي دمر كل احلامه. لكن جين ما استسلمش، لا حاول بقدر الامكان يحافظ على نفسه لحد ما كبر ويبقى اقوى علشان يهزم ابوه وينتقم لعيلته. كان بياكل من الزباله علشان ما يموتش من قله الاكل، وعانى كتير في حياته لابعد درجه. ومن كتر عصبيته بيقوم يخلع المظله دي من الارض وبيقول انا ما بخافش من الموت ولا خايف منك يا نايتو، وبما انك فكرت
فكرتني بالماضي الأليم، يبقى انت فتحت عليك باب من ابواب الجحيم. لكن نايتو سرعان ما بيهجم عليه وبينهوا على الارض من قبل ما يتحول. بيقول له نصيحة مني يا ابني، ما تعيش حياتك كلها بتسعى للانتقام من ابوك وبس، لا فكر في اللي بعد كده كمان وحقق احلامك اللي ما قدرتش تحققها وانت معاه. وبعدها نايتو بيسيبه وبيتصل على باقي الفريق علشان يجيبوا ممرضة تاخده ماري، وبيكون ربط جين في الشجرة دي علشان ما يكملش اللعبة. وبعدها بيبص لتشيكو بيقول له ما تبقاش غيرك انت يا ضعيف. الواد بيتعصب بيقول له انا خلاص بدأت استعيد قوتي وافهم جوهر القوة كويس. بيقول له جد يعني هتقدر تاخد مني الكورة؟ اوبا بابا ده طلع مع واحدة من الكورتين، اما الكرة التانية فبتكون لسه في الغابة. دلوقتي بيقول لتشيكي انت قدامك حل من اتنين، يا اما تهزمني وتاخد الكرة دي وده شيء مستحيل عليك يا ضعيف انت، او تروح تدور على الكرة التانية اللي في الغابة، بس ساعتها انت ممكن تخسر. انت ما خدتش بالك ان الوقت قارب على الانتهاء ولا ايه؟ الواد طبعا بدون تفكير بيطلع يجري في المكان ونايتو بيتريق عليه وبيقول له اهرب يلا، وهو التاني برضه بيطلع يجري وراه. بس هل تشيكا هيهرب فعلا بالسهولة دي؟ لا والله، ده الواد بيكون مستخبي في نفس المكان اللي عمل نفسه مشى منه، وبيستنى لما نايتو بيمشي وبيروح هو الجين. بيقول له انا مثلت عليه اني هربت علشان ارجع انقذك، دلوقتي انا هفكك وهنتعاون سوا علشان نكسب المهمة. لكن الواد بيصدمه وبيقول له امشي يا حبيبي من هنا، انا مش هتعاون مع عيل فاشل زيك كده. الواد برضه بيصمم وبيقول له يا عم اركن كبرياك ده على جنب لحد ما نكسب، وبعدها يا عم ابقى اعمل اللي انت عايزه. وبالفعل جين بيوافق انه ينضم ليه، وعلى طول بيرسموا خطة وبيبداوا ينفذوها. شيكي بيطلع جري في الغابة وبيعمل صوت علشان نايتو يشوفه، وفعلا نايتو بيقف قدامه وبيقول له رايح على فين يا ضعيف انت؟ عاوز تهرب مش كده؟ ومرة واحدة جين بينزل عليه من فوق الشجرة بيكتفه بنفس الحبل اللي كان متكتف فيه. الحبل بيكون ليه طرفين والاتنين الابطال دول بيمسكوهم بيشدوا فيهم بكل ما اوتي من قوة، وكمان شيكي بيجري عليه وبيوقع الكرة من ايده. بيقول لجين خد انت الكرة وامشي من هنا وسيبنا انا هنا جنب الواد ده وانجز بقى لان ما قدامكش غير 3 دقايق بس. طب معقول الواد ده قرر يضحي بنفسه علشان صاحبه يكسب؟ وفي جدعانة كده في الزمن ده؟ لكن الواد جين على طول بياخد الكرة وبيطلع جري. نايتو بيتريق على شيكو بيقول له يا غبي ما انت كده هتضطر لما تخسر اللعبة. الواد بينصدم وبيقعد يعيط، لكن جين وهو بيجري بيفتكر رجولته شامت شيكي معاه علشان كده بيقرر يرجع له وما يتخلاش عنه، وبيقول له خد انت الكوره وارجع على المدرسه بسرعه. لكن قبل ما يوصل لعنده يديله الكوره بيظهر الكائن ده قدامهم واللي بيكون عباره عن ساعي البريد بتاع المدرسه. نايتو بيشغل الرساله الصوتيه اللي معاه وبيلاقيها من المنظمه بتاعتهم اللي فيها كيوتو، ودي بتكون رساله استغاثه لان الموموتارو وصلوا للمنظمه اللي فيها كيوتو وبداوا الهجوم عليهم. يا نهار ابيض، نايتو ساعتها بيوقف اللعبه خالص وبيرجع لباقي الفريق بيقول لهم يجهزوا ما فيش وقت، احنا هنسافر على كيوتو لان المنظمه بتاعتنا اللي هناك حصل فيها هجوم وبتستنجد بينا، كله يلم الشنط بتاعتكم لان من بكره هنتحرك. وبيخلص اليوم على كده، وتاني يوم بيركبهم السفينه ويبداوا يتحركوا بيها. ونايتو بيقول لهم انا عاوزكم تتعاملوا على انكم شباب عاديين وده عشان الشرطه وكده، واعملوا حسابكم ان المنظمه اللي احنا رايحين لها دي متقسمه لوحدتين، وحده القتال ووحده الدعم، وبالنسبه لنا فاحنا دلوقتي متجهين على وحده الدعم. صحيح يا شباب نسيت اقول لكم ان المونتارو عندهم كذا منظمه زينا بالظبط، لكن هعرفكم عليها في الوقت المناسب. ويلا بقى ارتاحوا شويه علشان لما نوصل مش عارفين هنلاقي ايه. وفعلا بعد ساعات طويله بيوصلوا على وحده الدعم، والست الكبيره دي بتستقبلهم وبتنزلهم في النفق السري ده. وبعد مشي طويل في النفق بيوصلوا لوحده الدعم اللي بتكون ليها باب نخاص تحت الارض، وهنا بقى بيقابلوا الدكتور بتاع الوحده وده بقى يدعى انزاك، وهو ده قائد وحده الدعم. هنا بياخد كل طلاب نايتو معاه وبيفرجهم على الناس المصابين، بس هو بيتجاهل كل الناس وبيروح عند اخطر حاله، وده بقى دراعه ورجله الاتنين مقطوعين وكمان صدره برقبته متدمرين. يعني ده كويس قوي انه لسه عايش لحد دلوقتي. بس الغريب ان انزاك بياخد الموضوع عادي جدا وبيقول له ما تقلقش انا مش هسيبك تموت، ولازم تعرف ان الحالات اللي زيك كده عدت عليا كتير. وعلى طول بيخلي الممرضات يجيبوا له اكياس دم كتير ويعلقوها فيه هو. الله بس ازاي كده؟ الشباب بينصدموا هم كمان ومش بيكونوا فاهمين هو بيعمل ايه بالظبط. لكن بعد ما بيعمل كده بيعور نفسه وبيخلي الراجل يشرب الدم بتاعه، وساعتها الراجل بيبدا يتألم جدا، ولكن في نفس الوقت ايده بتبدا ترجع من تاني. ده الواد انزاك ده طلع مش عادي فعلا، وقدر انه يرجع له ايده وكمان يعالج الاصابات اللي في صدره وفي رقبته. اما بقى رجله فهيستنوا عليها شويه على ما يعالجوها لان المريض مش هيستحمل دم زياده يدخل جسمه دلوقتي. انزاك وقتها بيقول للطلاب احنا هنا بنعالج كل البشر وكمان الأون اللي اتصابوا في المعارك، بس لو كانوا ماتوا اكيد يعني مش هنرجعهم للحياه من تاني. بيبص لتشيكي وبيقول له انا ملاحظ انك متحمس جامد فعلشان كده عاوزك تيجي معايا لاني هوريك حاله خاصه ما عدتش عليك قبل كده. وعلى طول بياخدوا معاه الطفله دي والتي تدعى مايا. بيقول له البنت دي اتهاجم على ابوها وامها من جماعه الموموتارو ولسه لحد دلوقتي ابوها وامها اختفوا مش عارفين هم فين بالظبط، بس البنت قدرت تفلت من الموموتارو
الموموتارو بعجوبة كبيرة وكمان قدرت تجيلنا هنا، ولكن زي ما انت شايف دخلت في حالة اكتئاب حاد ومحدش عارف يخرجها منها. فانا بقى عاوزك تروح تتكلم معاها وتخرجها من اللي هي فيه. الواد برضه ما كانش فاهم الموضوع بالظبط، لكنه بيقرر يروح يتكلم معاها. وقبل ما البنت تتكلم معاه هي كمان بيسمعوا اصواتها عالية، ولما بيبصوا وراهم بيلاقوا الممرضين شايلين كذا شخص من الأوني وكلهم بيكونوا ماتوا. مايا بتطلع بره وساعتها بتنصدم لان ابوها وامها من ضمن الناس اللي الممرضين شايلينهم وخلاص فارقوا الحياة. البنت في موقف لا تحسد عليه، بتفضل تصرخ على ابوها وامها ومش مصدقه ازاي حصل فيهم كده. بس برضه السؤال الاهم، ازاي كل دول ماتوا من الاساس؟ انا هقول لك. وعلشان نعرف كل حاجه بننتقل على مقر الموموتارو اللي في مدينه تاكتو، وبنشوف رئيس المنظمه والذي يدعى توسوباكي. وده بقى شخص عديم الرحمه وبيتفند في قتل الشياطين لانه شايف انهم مخلوقات متوحشه وما ينفعش يعيشوا وسط البشر. لا وكمان اللي بيقتلهم الشياطين وبيلاقي دمه مميز بيعمل عليه تجارب خبيثه وبيحولوا الوحش يحارب في صفهم، بيخليه تحت سيطرته يعمل كل اللي هو عايزه. وفي الوقت ده كان الطفل ده مستخبي وخايف لا تسوباكي يشوفه ولا حاجه، لكنه من الاساس كان شايفه مبري وبيروح يعذبه. كمان بيوري له كل جثث الناس اللي قتلهم، وباستخدام سحره بيصحي الجثث وبيخليها تروح تقتل الواد. وبعدها بياخد المساعده بتاعته علشان يهجموا على مقر الاوني اللي في تاكتو، وبالفعل بيوصلوا على المعبد اللي نايتو ورجالته موجودين فيه دلوقتي. بس في الوقت ده نايتو كان في انتظارهم مع رجالته وبيبداوا يهجموا عليهم، لكن الواد بيحمي نفسه وبيحمي رجالته من الهجمات. بيقول لنايتو يا عم دخلت ابراهيم الابيض دي، بس قبل ما نبدا اي كلام انت لازم تعرف ان انا اللي بعتلك الجثه اللي جات لك من شويه، بس انا بقى ما بعتهمش جهجهوني كده وخلاص، لا ده انا حاطط لك جواهم بكتيريا، وبمجرد ما طرقع صوابعي كل الجثث هتفوق وهتبدا تخلص على الاشخاص اللي في المعبد. يا نهار ابيض ايه الخبز ده يلا. الواد فعلا بيبدا يطرقع صوابعه، وبالفعل اللي هو قال عليه حصل، وجثه ابو مايا بتفوق وبيكون متسيطر عليها. الجثه على طول بتمسك مايا وبتفضل تخنق فيها. البنت مصدومه ومش مصدقه ازاي ابوها بيعمل فيها كده، ولكن ساعتها انزاك بيقول لتشيكي غمض عين البنت بسرعه. الواد فعلا بيعمل كده، وعلى طول انزاك بيروح يخلص على الاب. البنت وقتها بتنهار من العياط اكتر واكتر، ولكن الموضوع ما خلصش على كده، لا ده بيزيد اكتر واكتر لان بقى الجثث بدات تفوق. جثه ام مايا هي كمان بتفوق وبتمسك في رقبه تشيكي، وانزاك مش بيلحق يساعده لان بيوصلوا 3 جثث كمان وبيمسكوا فيه، وبكده لا هو هيقدر يساعد تشيكي ولا تشيكي هيقدر يساعده. ده غير ان بقى الجثث انتشرت في المكان وبدات تخنق في كله، يعني دلوقتي لازم كله يساعد نفسه لان مفيش حد هيقدر يلحق زميله. بس تشيكي بيتعصب وهو شايف الناس بتموت قدام عينيه، وفجاه بيطلع السلاح ده من جيبه وبيفتكر ان نايتو اداهوله وهم مع السفينه، وقال له الطلقات اللي في المسدس دي عباره عن دمك، يعني في الاساس السلاح ده في قوتك. وساعتها شيكي بيغمض عين مايا وبيخبط امها بطلقه بيخلص عليها، كمان بيضرب الثلاثه دول وبيخلص عليهم هم كمان علشان ينقذ صاحبه. انزاك بيشكره بيقول له يلا نتعاون علشان نخلص على باقي الجثث، وفعلا الكل بيبدا يتعاون مع شيكي وانزاك. بينزلوا تقتيل في كل الجثث ومش راحمينهم نهائيا، خبطه من هنا على خبطه من هنا وخلاص كده هتقول على الجثث السلام. شيكي هو كمان بينزل تقتيل فيهم وللامانه بيسويهم يا ابن اللعيبه. بعد ما بيخلصوا على الجثث بيكونوا واقفين في حاله صدمه تامه، مش قادرين يصدقوا انهم قتلوا كل الناس دي. وفجاه الاكثر صدمه بالنسبه لهم انهم بيشوفوا مايا واقفه قدام جثه ابوها وامها، بس الغريب انها مش بتعيط، لا بتقول انا كنت عارفه ان يوم زي ده هيجي لا محاله، فاحنا حاولنا نبعد عن الموموتارو بقدر الامكان ولكنهم ما سابوناش في حالنا، لا احنا لازم ننتقم منهم باي طريقه ممكنه. شيكي هو كمان بيتعصب جامد وبيفتكر ذكرياته مع ابوه وقد ايه كان نفسهم يعيشوا في سلام وامان، لكن الموموتارو ما سابوهمش في حالهم هم كمان. بيروح يحضن البنت وبيقول لها لو احنا كده اشرار فانا ما عنديش مانع اكون اكبر الاشرار، لكن اقسم لك اني هخلص على الكلاب القتله اللي قتلوا عيلتك وعيلتي بدون اي شفقه، فاحنا لازم نعيش في سلام ونخلص من المعاناه اللي عايشينها في اسرع وقت. الكل بيتاثر من كلامه لكن مفيش وقت للتاثر يا صديقي، فعلشان كده الواد بيعور نفسه وبيستخدم تقنيه من تقنياته وبيقدر يفحص المكان اللي هم فيه ويحدد مكان الخطر فين بالظبط. بيلاحظ وقتها ان في كائنات غريبه عماله تقرب منهم، والكائنات دي تم تحويرها من قبل جماعه الموموتارو. رجاله الموموتارو هم كمان بيجهزوا علشان ينتشروا في المكان بالكامل. نايتو ما بيدولش وقت وبيهجم على قائدهم وبيحاول يوقفه، بس الواد بيصد ضربته بالثلاث جثث دول وبيخرج عليه الوحش بتاعه، لكن نايتو بيفلت منه وبيقول له انا هقتلك يا كلب بسبب اللي انت عملته ده، لكن الواد بيقول له مش هتلحق يالا، وبيخلي المساعده بتاعته تستخدم سحر الضباب بتاعها وتحبس نايتو ورجالته جوه الصندوق الاسود ده، والصندوق ده مفيش حد من الاوني يقدر يخترقه خالص. وتوسوباكي بيقول لنايتو جهز لي اني هبعت لك هديه. لا هم بصراحه هديتين، الهديه الاولى هي ان هبعت لك وحش جوه قنبله هتنفجر فيكم، والهديه الثانيه
التانية هي ان عندي كذا وحش من نفس النوع، ودلوقتي هم بينتشروا في المكان علشان يروحوا يخلصوا على رجالتك. اسيبك انا بقى لاني ما عنديش وقت، فانا لسه محتاج اخلص على باقي رجالتك واخد الحاجات اللي انا عاوزها. وبالفعل على طول بيمشوا وبيخلي المساعده بتاعته تدخل الوحش ده على نايتو رجالته، واول ما الوحش بيدخل عندهم بينفجر انفجار مذهل لابعد درجه، ومن قوه الانفجار كل المباني اللي حواليهم بتتدمر. دي شكلها نهايتكم يا عم نايتو. تسوباكي بقى بياخد المساعده بتاعته وبيروح عند النفق ده علشان ينزل منه. بيقول لها احنا عاوزين نلاقي الواد اللي اسمه تشيكي ده هو لسه منضم الفريق الاوني من قريب، ولكن الواد ده مختلف عن الكل، فانا عارف ايه هي مصدر قوته الحقيقيه وياكم حد يقتله، فانا عاوزه عايش لاني هكمل عليه التجارب بتاعتي. ده الواد ده فعلا شكله مش جاي في هزار. وبعدها بياخدها وبينزلوا النفق ده، لكن في نفس الوقت جين وانزاك كانوا ماشيين في نفس النفق ومتجهين للمحرقه اللي حصلت في المكان، لكن فجاه بيلاقوا سكينه اتغرزت في جنب انزاك. اوبا واللي خبطوا بالسكينه هو تسوباكي. جين على طول بيفعل فن الدم الشيطاني بتاعه علشان يهجم عليه، ولكن البنت دي بتيجي من وراه وبتجمد ايديه، حرفيا بتخليه عاجز ومش هيعرف يعمل حاجه. الاتنين دول بقوا مصابين ومحدش هيقدر يقاتل بعد كده. انزاك وقتها بيقول له مش مهم، بيبص لجين وبيقول له سيبك منه واطلع لاصحابك وعرفهم ان تسوباكي هنا وما تقلقش عليا فانا هبقى بخير. وبالفعل جين بيتحرك، لكن المساعده بتاعت تسوباكي بتفعل تقنيتها وبتحوط المعبد كله بالضبابه علشان محدش يهرب. وساعتها انزاك بيقول هي خربانه ما دام مفيش مخرج من هنا يبقى لازم اواجهكم واخلص عليكم باي طريقه ممكنه. وعلى طول بيطلع الحقنه دي من ايده لسايحن نفسه ويزود قوته، لكن تسوباكي ما بيدلوش فرصه وبسرعه البرق بيخلص عليه. انزاك بيقع على الارض والدم بيفور من عليه. خلاص كده نهايتك يا صاحبي. الواد فعلا خلاص بيفارق الحياه. فعلا المشهد ده صعب لابعد درجه، ولكن هل تسوباكي هيسيبه بعد ما مات؟ لا والله، ده بيسترق الجثث بتاعته علشان يحطه في تابوت ويكمل عليه تجاربه بعدين. يا ابن اللعين، دي شكلها ما تبشرش بالخير نهائي. وفي نفس اللحظه دي بيكون جين طلع لاصحابه وبيحكي لهم كل اللي حصل، بيقول لهم لازم نخرج المصابين من هنا في اسرع وقت، بس بيتفاجئوا ان كل الابواب اتقفلت بسحر الضباب اللي المساعده عملته، وما بيلحقوش يتفاجئوا كتير وهوب بيظهر لهم وحش مثير. بدون مقدمات الوحش بيدخل يخلص على اول واحد بيشوفه قدامه. يا نهار ابيض، دي بدايه ما تبشرش خالص يا جدعان. ده حرفيا بتحصل حاله هرج ومرض في المكان والكل بيجري مش عارفين هيهربوا على فين بالظبط. لكن في نفس الوقت ده كان في واحده من الاوني تدعى كوينا، معاها واحد ياباني اسمه روكو، وهما الاثنين مستخبين في الاوضه دي. الواد اول ما بيسمع صوت حد داخل عليهم بيستخبى في الدولاب وبيقول لها معاك ربنا. قال لها هو فين رجولتك يا عم انت؟ لكن على طول الوحش فعلا بيدخل عليهم، بيقول لها هل انت تشيكي؟ البنت بتقول له لا يا حبيبي، والسرعان ما بتفعل فن الدم الشيطاني بتاعها بتتحكم في الوحش وبتخليه يقف قدامها، وعلى طول بتنزل ضرب فيه من كل مكان، بتوقعه على الارض وبتنزل عليه هجمات من كل الاتجاهات لحد ما بتخلص عليه. يا بنت اللعيبه، لكن ما بتلحقش تتهنى من هنا، بس بيجي لها وحش بنفس شكل الاوني لكن بيكون اقوى منه بكتير. يا نهار ابيض، هو احنا لحقنا نخلص من اللي فات؟ ده شكل الليله دي مش هتعدي في سكات. الواد بيتمكن منها بكل سهوله وبينزل ضرب فيها من كل مكان وبيدغدغ وشها. روك واقف وشايف كل حاجه ومرعوب ومش قادر يتحرك، مش قادر يخرج ينقذ البت اللي فضلت تدافع عنه. بيقول من امتى وانا بقيت جبان قوي كده؟ من امتى وانا بقيت مثير للشفقه ومحتاج اللي يساعدني؟ وبيفتكر اللي كان ايام زمان لما كان عايش في قريه الاوني مع حبيبته التي تدعى لولو. الاتنين حرفيا عاملين زي السمنه على العجين، وكل حاجه بيعملوها سوا، سواء تدريب او احتفال او اي حاجه، حتى في الحزن كانوا بيحزنوا سوا. لكن كانت لولو تعبانه جدا وما كانش في غير دكتور واحد بس هو اللي بيعالج الاوني، والدكتور ده كان متابع حاله لولو، فهي كانت مصابه بمرض خطير ومحدش قدر يشخص حالتها غير الدكتور ده. لكن جنود الموموتارو قتلوه، وساعتها لولو تعبت جدا لانها ما بتاخدش العلاج المناسب اللي الدكتور كان بيجيبه لها، وروك كان واقف معاها وبيحاول يطمنها ومش عارف يساعدها باي حاجه. بيقول لها ما تقلقيش انت هتعيشي ومش هيحصل لك حاجه، ولكنها بتقول له خلاص يا روك دي النهايه، انا ما كنتش عاوز اسيبك بس ده قدر ومكتوب عليا، خد بالك من نفسك، خليك شجاع زي ما انت وبلاش تتغير، انا واثقه انك هتفضل على طريق الخير وهتحمي الابرياء، وياك تسيب حد محتاج المساعده وتقف ما تعملش حاجه. وبعدها ايديها بتقع على الارض وخلاص بتفارق الحياه. الواد بينهار من العياط عليها وكان في قمه الحزن على فراقها، ومن ساعتها دخل في حاله اكتئاب حاد وبقى خايف من كل حاجه حواليه، ده حتى
حتى بقى بيخاف من الصوت العالي اللي جنبه. ولكن وقتها بيفتكر اخر كلمات حبيبته قبل ما تموت لما قالت له انا عاوزك تفضل شجاع زي ما انت وما تتغيرش. الواد فعلا في حاجه بتتغير جواه. وقبل ما الوحش يخلص على كوين، روك بيتدخل بسرعه التنين وبينقذها. بيقول حتى لو هموت مش هخاف برضه، فانا لو مت وقابلت لولو هقابلها وانا رافع راسي، هحكي لها اني مت راجل زي ما عشت راجل طول حياتي. وعلى طول بيعور نفسه علشان يطلع القوه اللي جواه، والمره دي قوته بتطلع على شكل حبيبته اللي ماتت. يا ابن اللعيبه. الواد بعدها شكله بيتغير بالكامل وبيهجم على الوحش بكامل قوته. الوحش هو كمان بيحاول يهاجمه وبينزل عليه ضربات من كل الاتجاهات، ولكن هل ده هيفرق معاه؟ ده عند عمتك فتكات. الواد بيتعصب وبيفضل يديه خبطه ورا الثانيه وهوبا طريق السلامه انت. الواد بيطير راسه وخلاص، قدر انه يخلص عليه بعد ما كان غارق في حزنه واكتئابه. يا ابن اللعيبه. ننتقل بعد كده لتشيك اللي بياخد ميه وبيخبيها في الجنينه دي. بيقول لها انا مش عاوزك تخافي طول ما انت معايا، لكن البنت كانت غارقه في حزنها وبتقول له انا خلاص ما بقتش عاوز اعيش. طب ازاي هقدر اعيش بعد ما ابويا وامي ماتوا قدام عينيا؟ فانا خلاص من بعدهم فقدت املي في الحياه. الواد بيتاثر من كلامها وبيقول لها لا. طب ازاي ما افتكرتش في امل الانتقام؟ فانت ما ينفعش تموتي يا مايا، لانك كده هتكوني خلاص خسرتي المعركه. انت المفروض تعيشي وتواجهي الصعوبات، فمهما كانت المخاطر لازم يكون عندنا عزيمه تهد جبال علشان نقدر ننتقم من الملاعين دول. اسمعيني كويس بقى، انا همشي دلوقتي علشان احارب مع اصحابي، وعاوزك تخليكي مستخبيه هنا، ولو حسيتي باي خطر نادي عليا. اوعدك اني هاجيلك واقتل اي حد يفكر يقرب لك. الواد ده فعلا شهم وجد على ابعد الحدود. بعدها فعلا بيتجه لاصحابه، وفي الطريق بيلاقي تسوباكي قاعد مستنيه. اوبا بابا، هو انت هنا يا شيطان انت؟ شيكي في موقف لا يحسد عليه. تسوباكي بيقول له ايوه انا قدامك اهو، ها تحب تشرب شاي ولا تموت الاول؟ لكن الواد بيتعصب جامد وبسرعه البرق بينقض عليه. بيرفع عليه سلاحه، ولكن الواد بينطر سلاحه من بين ايديه. بيقول له انت عبيط يالا ولا ايه؟ هو انت فاكر ان اللعبه اللي في ايدك دي هتاثر فيا؟ فبيقول له طب اجهز بقى لاقوى هجماتي. وعلى طول بيجمع شحنه الغضب جواه. الغضب بيملى عينيه، وكل ما اتاه من قوه بيضرب تسوباكي بالمدفع اللي في ايده، ولكن برضه تسوباكي ولا بيأثر فيه اي حاجه. هو ازاي كده؟ اذا كان اقوى ضرباتك يا عم تشيكي ما اثرتش فيه، طب ازاي هتواجهه دلوقتي؟ لا، والمشكله بقى ان الواد بيفتح التابوت اللي معاه وبيخرج منه جثه صاحبه. قدر يرجع روحه باستخدام سحره، وساعتها شيكي بينصدم لانه اكتشف خلاص ان تسوباكي من كتر ما عمل تجارب قدر يوصل لطريقه تخليه يرجع ارواح صحابه، بس الفرق انه بيكون متحكم فيه بالكامل ومسيطر عليه. ده حرفيا مرجعه زي عروسه لعبه في ايديه، بيخليه يستخدم قوته على تشيكي، والواد بيستخدم سحر الجاذبيه وبيخلي تشيكي ثابت في مكانه ومش قادر يتحرك. اوبا بابا، ده الواد ده طلع اقوى من تسوباكي كمان. الواد مازال بيعافر، لكن معافرته دي ولا ليها اي لازمه، وطبعا اي هجمه بيعملها بتخلي قوته خلاص بتنتهي، وقوه دمه خلاص قاربت على الانتهاء. ويا ريت دمه بينقص بفايده، لا ده دمه بينقص وكمان ما عادش قادر يصوب صح. الواد بيقول له انت مش مستغرب ان انا مصمم اخدك معايا عايش؟ انا بقى احكي لك اللي انت ما تعرفوش عن نفسك، فانت هو حفيد كيشن سما. الواد بينصدم، بيفتكر لما اصحابه كانوا بيتكلموا عن كيشن وبيحكوا له حكايته، وده كان من اقوى الاوني على الاطلاق. اتجوز كذا واحده وخلف منها، وعدد ابنائه وصل ل8 ابناء، وعياله دول خلفوا اولادهم ورثوا قوته. بس اللي حصل ان مش كل الاحفاد ورثوا القوه دي، لا، فاللي ورث قوته بالكامل هو انت يا صاحبي. علشان كده انت مميز جدا جدا، فانت عندك قوه الاسطوره كيشن يا عمنا، يعني لازم نستغلك لابعد الحدود. ولما الموموتارو هياخدوك معاهم هنعمل عليك تجارب وابحاث وهنستفاد منك جدا جدا، وبعدها نبقى نقتلك مفيش اي مشاكل. الواد ده بيخلص الحكايه لتشيكو وبيقول له عرفت بقى احنا مش عاوزين نقتلك دلوقتي ليه؟ علشان هناخدك معانا ونعملك فار تجارب. الواد بينصدم من كلامه، بس برضه مازال بيقاوم وبيحاول يقف على رجله ويهاجمهم بالسلاح بتاعه من تاني، ولكنهم بيفادوها بكل سهوله. واول ما بيوصل لعنده الواد بيتعب جدا ومش بيقدر يهاجمه، وده بسبب ان فن الدم الشيطاني بتاعه خلاص استهلك كل قوته. لا، والانيل من كده ان تسوباكي بيكون عمال يضغط عليه بالطاقه بتاعته، وفي الوقت ده كمان ماي بتوصل للمكان، بس لما بتشوف اللي بيحصل له بتستخبى وما بتقدرش تروح تطلب مساعده
مساعدته اذا كان هو ذات نفسه محتاج اللي يساعده. لكن تسوباكي بيشوفها وبيقول لها تعالي اتفرج على المنقذ بتاعك وهو بيتعذب، بس ما تقلقيش انا مش هقتله دلوقتي لكن ممكن اقتلك انت دلوقتي. شيكي بيصرخ بقى على صوته بيقول لمي تهرب، بس البنت مش بتهرب، لا بتفتكر ذكريات مع ابوها وامها وبتفضل تعيط. تسوباكي بيقول لها لحظه واحده بس، هو مش انت برضك اللي ابوك قراها؟ ايوه افتكرت، ابوك وامك كانوا بيترجوني ان اقتلهم هم بس واسيبك انت، بس انا ضحكت بكل شر وقلت لهم انا هقتلكم وكمان هقتل بنتكم، وانا الصراحه وفيت بنص وعدي وقتلتهم، ودلوقتي الدور عليكي عشان تموتي. ولكن تفتكر ان ده هيحصل؟ لا والله. البنت وقتها بتصرخ وصرختها دي بتخلي تشيكي يتعصب جامد، بيبدا يقف على رجله من تاني، الغضب باين في عينيه وعاوز ينتقم لها لانه حاسس باحساسها كويس قوي، لان هو كمان خسر ابوه قدام عينه وكان عاجز ومش عارف يعمل اي حاجه، وكل الحاجات اللي هو عمال بيفتكرها دي بتزود غضبه. وساعتها بيمد ايديه ناحيه الحاجز اللي تسوباكي عامله بينه، واول ما صبعه بيلمس الحاجز بيتعور، وبمجرد ما الدم بيخرج من جسمه بتطلع قوته الفتاكه. بيوقف بكل عصبيه وبيقول لهم انا خلاص هخلص عليكم حالا ودلوقتي، وبدون مقدمات بيهجم على تسوباكي بكل قوته، بيصيبه في دراعه لكنه بعدها بيقع على الارض لانه خلاص تعب. وساعتها تسوباكي وصاحبه بيستقلوا بيه، بيقولوا له احنا كنا فاكرينك اقوى من كده بس انت طلعت عيل هلفوت مالكش 30 لازمه. ده كمان بيستخدموا سحرهم عليه وبيرموا تاني على الارض، لكن دي ما بتكونش النهايه، لا فتشيكي بيكون عارف ان مي هي الوحيده اللي تقدر تخليه يستجمع كل قوته. فحزنها على فراق عيلتها بيفكرها بحزنه على موت ابوه، وبيخليه ينفجر من الغضب وتضاء بداخله جمره الانتقام، فعلشان كده بيفكرها بابوها وامها. البنت بدات تعيط، وفي الوقت ده تسوباكي بيجهز هجمته علشان يخلص على تشيكي، لكن الواد خلاص قدر يستجمع كل قوته ويصد ضربه تسوباكي، كمان بيوجه له ضربه قتل هو وصاحبه. يا ابن اللعيبه ياض الجمدان ده كله. بيبص بعدها على تسوباكي بيلاقيه واقع على الارض ومش قادر يقاوم. تسوباكي هو كمان اول ما بيرفع راسه بيشوف صاحب عمره مانكا وهو واقع على الارض وخلاص قد فارق الحياه. وساعتها تسوباكي بينهار مزعل على صاحبه، عقله بياخده لاول مره تقابله فيها وبيفتكر انه لما اشتغل في منظمه الموموتارو ما كانش بيحب الواد ده خالص، لكن مانكا كان بيحاول يتقرب منه ويخليه يحبه، وكان دايما يقول له بلاش نأذي اوني وخلينا بنحب السلام وبس. وبعدها تسوباكي اتنقل الاسم بتاع مانكا وبقى شغال تحت امره. مع الوقت اتصاحبوا بقوا اعز اصدقاء، وكل يوم مانكا كان بياخد تسوباكي معاه على بيته ياكلوا يهيصوا وكانوا في قمه السعاده، وكانوا الاتنين بيحبوا عيله بعض جدا جدا. ولكن هل الوضع هيدوم على هذا الحال؟ طبعا لا. ففي يوم من الايام الواد رجع البيت واكتشف كارثه كبرى. الكارثه دي هي ان بنته طلعت من شياطين الاوني، وللاسف الشيطان اللي جواها سيطر عليها وخلاها تقتل الناس. لا والصدمه ان من ضمن الناس اللي قتلتهم كانوا امها. الوضع فعلا صعب لابعد درجه، وساعتها مانكا اتعصب جامد بيهجم عليها علشان يقتلها، وللاسف المعركه بتنتهي بموتهم هما الاثنين. ولكن وهو بيلفظ انفاسه الاخيره قال لتسوباكي سيبك من اي حاجه قلتها لك عن الاوني، انا عاوزك من النهارده تبدا تقتل فيهم وما ترحمهمش خالص، لان دول وحوش بمعنى الكلمه، فهم السبب في موتي يا صديقي الصدوق. ومن ساعتها وتسوباكي عاوز ينتقم من الاوني، بس دلوقتي هو خسر صاحبه للمره الثانيه، وللاسف جثه صاحبه كمان بتولع قدامه. فعلا تناقض محير لابعد الحدود، فاحنا خلاص ما بقيناش عارفين نقف في صف مين بالظبط. شيكي وقتها هو كمان وقع على الارض من كتر تعبه وما عادش قادر يقاتل. ننتقل بقى لنايتو اللي بيكون لسه عايش هو وفريقه، لكن نايتو كان اتصاب اصابه بليغه لانه عشان يحمي فريقه خد هو الضربات كلها، ودلوقتي بياخد رجالته وبينزلوا النفق من تاني وينقذوا ما تبقى منهم، ولكنهم بيلاقوا مسدود، وده بسبب سحر مساعده تسوباكي. وساعتها نايتو بيفتكر السياح اللي كانوا موجودين على الجزيره، بيقول دول لو فضلوا هناك هيتصابوا لا محاله. بيبص رجالته بيقول لهم احنا لازم نبعد السياح دول عن المنطقه كلها، وبعدها نبقى نرجع نكمل حربنا. وعشان نبعد السياح دول احنا محتاجين نعمل زلزال صغير، والزلزال ده مش هيموتهم، لا ده هيخليهم يخافوا بس ويهربوا من المكان. ولما بيبص جنبه بيلاقيه ماري وصلت وعماله تعيط، بيقول لها لو فضلتي كمان كده هطردك من الفريق، ودلوقتي بقى لازم تجهزي لانك انت كمان هتشاركي في الخطه اللي هنعملها علشان نقوم الزلزال اللي هيحصل كمان شويه. وبالفعل بيخلي واحد من رجالته يروح يقف مع السياح، وهو بياخد ماري وبيقف في الغابه، ولكنه بيكون متصل بالمساعد بتاعه علشان يعرف منه الاخبار هناك. بس بعدها بيبص لهوماري وبيفضل يشتمها، بيقول لها انت جبانه ومفيش منك ريحه الفايده، شكلنا كده هنستغنى عن خدماتك معانا. البنت كالعاده بتقعد على الارض وبتفضل تعيط، وغصب عنها بسبب عياطها ده الوحش اللي جواها بيطلع، وهو ده اللي نايتو كان عايزه من البدايه. ولما بيطلع بيحاول يهاجم نايتو علشان يثبت له انه
له ماري مش ضعيفة لا، ولكن نايتو بيفضل يفرد ضرباته من قوتها بتخبط في الارض وبتعمل هزات ارضية. الهزات فعلا بتوصل للسياح وبيهربوا من المكان، وهو ده كان قصد كلام نايتو لما قال لهم زلزال صغير. المساعد بتاع نايتو بيأكد له على تمام المهمة، وساعتها بيضرب هوميري على راسها بيفقدها الوعي، وبكده كل حاجة بقت في السليم. يا ابن اللعيبة الواد ده ذكي وعدى اينشتاين. ننتقل بقى عند جين اللي بيكون بيجري في النفق ده، وفجأة بتظهر له مساعدة تسوباكي. يا نهار ابيض، ده الواد اتحاصر يا جماعة، ولكنه مش بيخاف منها وبيبدأ يهجم عليها، بس ده ولا بيفرق معاها. البنت بتفادي هجماته بتقنية المكعبات، وكمان بتبدأ تهاجمه من كل الاتجاهات. الواد بيحاول يهرب منها ولكنها بتحبس في المكعب ده، خلاص مش هيعرف يعمل حاجة. عمالة تصغر في حجم المكعب اكتر واكتر، وخلاص الواد هيتفعص وهيموت. يا بنت الخبيثة، معقولة هي دي النهاية ولا ايه؟ بتقول له حتى لو انت كفاءة وباستخدام قوتك الكاملة تقدر تكسر المكعب ده، بس طول ما المكعب بيضيق عليك انت تركيزك هيتشتت ومش هتعرف تركز ولا تفكر، وساعتها مش تقدر تستخدم قوتك لا. فبيقول لها انت غلبانة يا بت ولا ايه؟ اللي انت ما تعرفوش ان انا لما كنت عايش في الشارع زمان كنت بنام في اماكن كتير، ومن ضمنهم صناديق اصغر من اللي انت حطاني فيه. يعني انا دلوقتي كاني قاعد في بيتي بالظبط. وفجأة بيستخدم قوته وبيفجر الصندوق. بيقول لها وريني بقى هتعمل ايه دلوقتي. لسه هيهجم عليها وهوبا بيلاقي راس الوحش دي اتحدفت عليه. ايوه صاحبه خلاص وصل المكان. بيقول له انا خلصت على الوحش اللي في ايدي وجيت اساعدك يا ابو الصحاب. فبيقول له تسلم يا اخويا. الواد بيفرح انه جاله، وعلى طول الواد بيبدا يهاجم المساعده. البنت بتحاول تهاجمه بالمكعبات بتاعتها، لكنه بيفاديهم وبسرعه البرق بيديها رجل بتطيرها. يا ابن اللعيبه يا دي الفخامه دي كلها. وفي نفس اللحظه نايتو ورجالته يقدروا يكسروا الحاجز ده وبيوصلوا لمكانهم. بيقولوا للبنت دي استعدي بقى علشان هتموتي. اوبا بابا، ده البنت هي اللي اتحصرت وسطهم. خلاص كلهم اتجمعوا عليكي ودي خلاص نهايتك يا حزينه. لكن البنت وقتها بتترعب وعلى طول بتحبس نفسها جوه الصندوق علشان محدش يقتلها. ايوه كده الزمي جحرك يا بت. نايتو بيقول لرجالته سيبكم منها ويلا نمشي. فكده كده هي عرفت قد ايه هي ضعيفه، وبعدها بيروحوا على الاوضه اللي فيها تشيكي وبيلاقوا مغمى عليه. والمفاجاه بقى يا صديقي ان انزاك بيكون جنبه لسه عايش. بس ازاي كده؟ هو مش تسوباكي قتله ولا ايه؟ وبيتضح انه لما وقع خلاص كان بيموت. الدم بتاعه اللي اتنطر على السقف فضل ينزل عليه من تاني، وساعتها جسمه امتص وقدر يعالج نفسه. وكمان جه هنا علشان يعالج تشيكي. يا ابن اللذينه، ده ايه الحظ ده يالا؟ ده انت مفيش منك اتنين. نايتو بيسيبهم بعدها وبيروح لتسوباكي وبيقول له ايه رايك في قوه تشيكي؟ ها شفت بقى اصغر واحد فينا عامل فيكم ايه؟ فبيقول له فعلا الواد ده قوي لابعد الحدود. فبيديله النهيه بتخلص عليه. ارقد في سلام وما تسمعنيش صوتك تاني يالا. وبعد كام ساعه شيكي بيفوق وبيعرف من صاحبه ان المعركه خلصت وانهم اجروا البيت ده علشان يقعدوا فيه. نايتو كمان بيجي له وبيقول له بجد عاش عليك لانك قدرت تهزم تسوباكي لوحدك. انت بجد اضافه للفريق بتاعنا واحنا مبسوطين انك معانا. الواد بيفرح من كلامه جدا وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم كلهم بيجهزوا علشان يسافروا. بيرجعوا على الجزيره علشان يكملوا تدريباتهم واثقال قدراتهم. بيوصلوا فعلا هناك ونايتو بيقول لهم انتوا كلكم كده مستواكم اترفع، وده بسبب الانجاز اللي انتم عملتوه في المعركه. وبما ان مستواكم اترفع خلاص يبقى المهمات هتزيد اكتر واكتر. عاوزكم بقى تشدوا حيلكم في التدريبات وتكونوا جاهزين لاي حاجه هتحصل في الايام الجايه. العيال بيقولوا له تمام وبيقعدوا يهيصوا ويستريحوا من عناء المعركه اللي عدت عليهم. ولكن في هذه الاثناء بتيجي رساله لنايتو بمهمه جديده خارج البلاد، ولازم في المهمه دي محدش يكتشف هويتهم الحقيقيه وانهم من سلاله الاوني. فالمكان اللي هناك كان مقر قديم لسلاله الموموتارو. نايتو على طول بيروح يكلم انزاكو وبيبلغه بتفاصيل المهمه الجديده، وهما الاثنين بيبداوا يخططوا هيعملوا ايه في المهمه بالظبط. وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم نايتو بيجمعهم علشان يبلغهم بالمهمه هم كمان. بيعرفهم كل التفاصيل وبيقول لهم المهمه دي هتكون صعبه لابعد الحدود، فانا عاوزكم تكونوا في اتم الاستعداد علشان المهمه دي هتكون خارج المدينه وتحديدا في مدينه طوكيو. وبالفعل العيال بتستعد وتاني يوم بيتحركوا على طوكيو. بيكونوا عاملين فيها ناس طبيعيه. فطوكيو مترشقه كاميرات في كل حته، وكل الكاميرات دي مفتوحه على اجهزه الموموتارو، وممكن بكل سهوله يعرفوا مكانهم وكمان يهاجموهم. وبعدها الفريق بيبدا يتحرك على الفندق اللي هيناموا فيه. ولكن تشيكي بيسيبهم وبيروح ينبسط بوقته شويه. بيشوف وقتها الطفلين دول وهم رايحين عند راجل بيعمل مسابقات، واللي هيصيب الطلقه صح فهياخد هديه. وطبعا الطفلين علشان صغيرين فمش هيعرفوا يمسكوا بندقيه وينشلوا بدقه على الارقام الصحيحه. شيكا على طول بيروح يساعدهم، وفجاه بيوصل الشخص ده هو كمان وبيمسك بندقيه الواد التاني. هو وتشيكي بيساعدوا الاطفال انهم يصيبوا الاهداف، والاتنين بيجيبوا كل الارقام بدقه رهيبه. بياخدوا كل الهدايا
الهدايا اللي عند الراجل وبيدوها للاطفال، وبعدها الاتنين بيروحوا يقعدوا مع بعض، كمان بيتعرفوا على بعض. والشاب ده يدعى ميكادا، شغال شرطي في المدينه، وبيقول لتشيكي انت كمان مش هتعرفنا بنفسك ولا ايه؟ بس تشيكي وقتها بيفتكر انه في مهمه والمفروض انه متخفي عن الناس، علشان كده بيكذب عليه وبيقول له انا اسمي ناتسو. الواد بيقول له اتشرفت بمعرفتك، وبعدها بيقعدوا يشهيصوا سوا، والاتنين خدوا على بعض جامد والوضع اخر حلاوه. ميكادا هو كمان بيعرفوا على مهاراته، وبيقول له بحكم شغلي فانا اتعاملت مع ناس كتير وبقيت بميز المجرم من المحترم. يعني عندك مثلا الشخص اللي لابس فانيليا وجاي علينا ده، تشوفه كده تقول عليه بلطجي او قتال قتله، لكن على العكس فانا شفته بيساعد الاطفال في المهرجان وكان بيحبهم جدا. الشخص ده طيب لابعد درجه، علشان كده ما تحكمش على الناس من شكلهم، لا تحكم على الكتاب من غلافه يا صديقي. شيكي وقتها بيعجب بطريقه تفكيره، هما الاتنين بيتبادلوا اطراف الحديث وكمان بياخدوا ارقام بعض علشان يتقابلوا بعدين. وبعدها ميكادا بيسيبه وبيروح يتقابل مع احد اصدقائه والذي يدعى شيبينيا، بيقول له ما تبطل تفاهه يا عم وركز في المهمه بتاعتك، فاحنا صحيح عاملين فيها ظباط ولكن ما تنساش اننا تبع الموموتارو وجايين ندور على الاوني علشان نخلص عليهم. صدمه بكل المقاييس، دول طلعوا من الموموتارو يا جماعه. لا والمثير للسخريه انهم بيدوروا على الحفيد الاعظم واللي هو تشيكي، واللي لسه متصاحب على ميكادا من شويه. ده شكل اللعبه حلوت على الاخر، فالاتنين دلوقتي يعتبروا بقوا اعز اصدقاء. لكن ما علينا، يعني بيخلص اليوم على كده، وتاني يوم نايتو ما كانش بلغهم لسه هيعملوا ايه في المدينه، علشان كده الواد بيقرر يسيبهم ويطلع يفك عن نفسه شويه. بيتقابل مع ميكادا علشان يطلعوا سوا، وبيقول له ازيك يا صديقي الصدوق، تعالى نسهر النهارده ونتفرج على فيلم سوا. وبالفعل بيدخلوا السينما وبيقعدوا يتفرجوا على الفيلم، وبعد ما بيخلصوا سهرتهم في السينما بيروحوا يقعدوا في المطعم ده، بيقضوا وقت جميل جدا وصداقتهم بقت ليفل ماكس. بس تشيكي كان قاعد يعيط لان الفيلم اثر فيه جامد، وده لان الفيلم بيتكلم عن اتنين اعز اصدقاء ولكن الدنيا بتجبرهم يبقوا ألد اعداء، يواجهوا بعض في ساحه المعركه وما عادوش اصدقاء زي زمان. شيكي بيقول له اصعب حاجه انك تشوف اتنين اصدقاء بيواجهوا بعض. ميكادا وقتها بيهون عليه وبيقول له طب لو افترضنا اننا وانت اتقابلنا في ساحه المعركه ما كناش مع بعض وكنا ألد اعداء، فيا ترى هتعمل ايه وقتها؟ هل هتقتلني ولا هتفضل ثابت على مبادئك؟ الواد وقتها بيتاثر وبيقول له ساعتها انا اروح اتكلم مع المسؤولين عن الحرب دي واخليهم يوقفوها. بس يا عم ما تقلقش، كده كده سؤالك ده افتراضا وما اظنش ان ده هيحصل في يوم من الايام، مش كده ولا ايه يا صحوبيه؟ فانا بقيت بعتبرك زي اخويا بالظبط. ولكن يا عيني الاتنين ما يعرفوش انهم اعداء بالفعل، فمنهم واحد من سلاله الاوني والتاني من الموموتارو، والاتنين دول مستحيل يتحدوا سوا. بعدها بيجي اتصال لميكادا من صاحبه بمكان احد الاوني وبيطلب منه يجيله. الواد فعلا بيمشي من هنا، وفي نفس اللحظه شيكي كمان تليفونه بيرن. نايتو بيقول له تعالى بسرعه لان في حادثه حصلت واتكشف مكاننا خلاص. بس هو ايه اللي حصل بالظبط؟ هم ازاي عرفوا مكانهم؟ واللي حصل يا صديقي ان كان في بنتين بيلعبوا على الطريق، لكن فجاه ظهرت عربيه نقل وكانت ماشيه بسرعه كبيره ناحيتهم. السواق كان نايم وخلاص كان هيخبطهم، بس ساعتها جين ما قدرش يمسك نفسه ويستخدم قوته في تدمير كاوتش العربيه وقتها اتقلبت، وفعلا قدر ينقذ حياه البنتين. بس للاسف في واحده منهم اتصابت واتنقلت للمستشفى. بس المشكله هنا بقى ان كان في كاميرات مراقبه موجوده وصورت كل اللي حصل، وبكده الموموتارو عرفوا ان نايتو وفريقه وصلوا البلد. وطبعا صوره جين بتطبع وبيوزعوها على كل رجالتهم علشان يتعقبوه، والصوره دي كمان بتوصل لميكادا شينيا وقتها بيوري له الفيديو وبيقول له احنا لازم نلاقي الواد ده ونقتله في اسرع وقت. بس ميكادا بيقول له لا، الواد ده رغم انه كان متخفي مننا الا انه كشف هويته علشان يقدر ينقذ البنات. للاسف انا ما بقتلش حد دافع عن الناس، وعن اذنك بقى علشان مش عايز وجع دماغ. وبعدها بيسيبه وبيمشي. بس شينيا ولا كان فارق معاه اي حاجه غير نفسه، بيقول انا ما عنديش مبادئ ولا يحزنون، هقتل اي شخص يقف في طريق، المهم ان اترقى وابقى رئيس المنظمه. وبالنسبه بقى للواد اللي ظهر في الكاميرات ده فانا عارف هوصل له ازاي. ده الواد ده خبيث لأبعد درجه. نايتو وفريقهم كمان كانوا واقفين مع صاحب المكتبه، والواد ده من الاوني بيدي لهم معلومات كتير عن الموموتارو. بس جين كان واقف مع نفسه وزعلان جدا، وده لان البنت اتصابت ودخلت المستشفى وما قدرش ينقذها. صاحبه بيقول له يا اسطى انت ما عملتش حاجه غلط، انت يا ابني انقذت حياتها، ليه زعلان انها اتصابت؟ بس انت ما كانش في ايدك حاجه تعملها غير اللي انت عملته ده. والمثل بيقول لك نص العمى ولا العمى كله، فك بقى يا عم الناس. لكن برضه بيكون جين متدمر والكلام ما بيقنعوش، على طول بيرجع الاوضه بتاعته بيفضل يفكر في اللي حصل، وبيقرر وقتها انه يروح يزور البنت في المستشفى. والغلبان ما يعرفش ان اللي هيعمله ده اكبر غلط، لان شينيا جمع رجاله كتير علشان يهاجموه، اللي منهم زعيم عصابه، واللي منهم لسه خارج من السجن، واللي منهم قتال قتله، وكل دول مجمعهم علشان يقفوا قدام المستشفى ويراقبوا جين لما يوصل
يوصل. وطبعا لما جين راح المستشفى كلهم شافوه بلغوا شينيا. الواد وقتها بيفرحوا بيقول لهم طب اسمعوا بقى كويس اللي هقول لكم عليه. بيدي لهم الخطه وبيقول لهم نفذوا كل التعليمات. جين فعلا بيدخل يزور البنت، لكن موظفه الاستقبال بتقول ان ميعاد الزيارات انتهى، ابقى تعال لنا بكره في وقت الزيارات. الواد بيسيبها وبيطلع بره وبيتفاجئ برجاله شينيا مستنيينه. اوبا بابا ده انت خلاص وقعت في الكماشه يا عمنا. العيال بتقول له تعال معانا حالا. ودلوقتي الواد لسه هيتكلم ولكنهم بيقولوا له ما تحاولش تكتر لانك هتيجي معانا ذوق او عافيه. ما تتعصبش يا عم علشان مش هتعرف تعمل حاجه. وعلى طول بيوروا له فيديو الواحد معاهم واقف في اوضه البنت ورافع عليها سلاح، بيهددوا بقتلها وبيقولوا له انت لو ما استسلمتش وجيت معانا هنخلص على البنت اللي انت انقذتها يا ولاد الخبيثه. طبعا جين بيستسلم وبيروح معاهم والعيال بيكتفوه علشان ما يعملش حاجه، واخيرا بيوصلوا للمكان. بيربطوه في الكرسي ده وشينيا بيقابله بيقول له انا عارف انك واد جامد ومش هتعترف على اصحابك بسهوله، بس احنا هنعرف ناخد منك المعلومات ازاي. وصدقني اللي هتشوفه في الاوضه دي عمرك ما هتشوفه في حياتك. استعد لانك دلوقتي بتعيش اخر لحظات حياتك. ده الواد ده ناوي يقتله بجد. ننتقل بقى عند نايتو وفريقه اللي لاحظوا غياب جين. بيراجعوا كل حاجه وبيتاكدوا وقتها ان الموموتارو خطفوه، ودلوقتي بقى هم محتاجين يعرفوا الموموتارو ودوا على فين بالظبط. بس يا ترى هيعرفوا هو فين ازاي؟ ويا ترى برضه هيقدروا يوصلوا له قبل ما شينيا يعمل له حاجه ام انه سيلقى حتفه؟ استنونا يا اصدقائي في ملخص الجزء الثاني من حكايه شيكي، ولكن هو دلوقتي بينزل حلقه بحلقه، ولما يكمل ان شاء الله هنزلها لكم في فيديو واحد. وبس كده يا عم من غير ما اطول عليكم، لو عجبك الفيديو انزل اشترك واكتب لنا رايك في التعليقات. وبس كده يا عم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الله.